أول خطوة اعترف إنك موجوع وما تحاولش تظهر إنك قوي ولا تقول عادي أنا تمام وإنت حاسس نفسك مش تمام، لأن الوجع لما بتتجاهله بيقعد جواك وبيتعبك أكتر. تاني خطوة، ابعد شوية عنه حتى لو غصب عنك لسه بتفكر فيه، يعني ابعد عن السوشيال ميديا بتاعته، ما تقعدش تطارده ولا تدور وراه، ولو عندك هدايا منه لمها على جنب وخليك فاكر ان المسافة دي مش عقاب ليك لكن دي علاج. عارف كده، كما لو انك بتسيب الجرح مثلا يتهوى عشان يلم ويخف. تالت خطوة، ما تحاولش ترد الوجع بوجع وما تحاولش تثبت له انك اتغيرت او انك انت تمام من غيره. ده مش هدفك، وهدفك فعلا انك تكون مرتاح، مش تمثل انك بخير. رابع خطوة، ارجع لنفسك، يعني ارجع للحاجات البسيطة اللي كنت بتعملها وبتحسسك انك لسه بخير، زي اصحابك، عيلتك، هواياتك، رياضتك، لان التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتساعدك تقوم على رجلك من تاني. وخليني اقول لك حاجة، صحيح ان الخذلان وجع لكن هو مش نهاية، هو علامة بتقولك ان المرة الجاية اختار اللي يعرف قيمتك بجد مش اللي يستغلك.